السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي وإخواني إخوة الإسلام، معكم مستشار أحمد عبد الماهر، المحامي بالنقد والباحث الإسلامي، في بث جديد حول الفهم للإسلام والفهم للقرآن. الحقيقة يعني أنا نتيجة تجربتي وجدت ناس كتير قوي بتعارضني وبتعتبر إنه أنا يعني مثير للجدل وكده يعني. وده من إيه؟ من جهل الشعب المسلم. طبعا لازم نعترف إن الأمة العربية أجهل أهل الأرض، وإن إحنا المتخلفين، الأمة أكبر أمة متخلفة في هذا الكوكب. ليه؟ لأن إحنا مش عايزين نتطور أبدا. هي دي المشكلة لما أقول لحضرتك إنه سيدنا محمد، وخلي بالك أنا بقول سيدنا محمد، لا قلت لا رسول ولا نبي، لأنه في فرق بين الرسول والنبي. سيدنا محمد مش كل كلامه لا ينطق عن الهوى. انتوا بقى خليتوا انه فرحانين وما ينطق عن الهوى ان هو الا واحد من وحي، فرحانين بيها، فخليتوا كل كلامه لا ينطق عن الهوى. النتيجة ايه؟ النتيجة انه واحد مخبول دمج لكم الحديث مع القرآن وكلهم على بعض كده، عملتوا منهم كشري واستطعمتهم لقيتهم مذاقهم جميل. هذا خبل. إذ إنه سيدنا محمد يخطئ، له كلام فيه خطأ، أما الرسول محمد لا ينطق عن الهوى. الفرق ده أنا قلته في أكثر من فيديو وانتم مش عايزين تفهموه. زي ايه برضو؟ زي حضراتكم كلكم بتدعوا وتقولوا ايه؟ اللهم اجعلنا من اهل اليمين، اللهم اجعلنا ايه يعني؟ انت مبسوط قوي من اهل اليمين ليه يعني؟ ما في احسن منهم. مين هم السابقين؟ طبعا انتم فاهمين، اغلبكم فاهم ان السابقين دول يعني الجماعه الصحابه بتوع زمان. غلط. ده الصحابه بتوع زمان كان منهم منافقين، وممن حولكم الاعراب منافقون، ومن اهل المدينه مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. ادي صحابهم فرحانين بالجماعه بتوع الفتوحات، وربنا بيقول فيهم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين، يعني لا يحب رجال الفتوحات. وطبعا في ناس منافقين وبيقولوا ان هم مسلمين برضه، وفي ناس بيقولوا لابسين عمة كويسة ولحية جميلة كده وبيقولوا ان هم بيفهموا في الدين، واللي بيفهموا في الدين دول غيروا الشريعة. يعني ربنا بيقول ادعوا الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. قال لك لا، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. كل حاجة غيروها، ولكن عشان لابس العمة فأنت بتتبع العمة. وأنا لما هموت هتقولوا الحمد لله الكافر مات. أيوة يا سيدي، قول الكافر مات براحتك، قول زي ما أنت عايز. وارجع تاني أقول لك، أنت ليه بتقول اللهم اجعلني من أهل اليمين؟ ليه ما بتقولش اللهم اجعلني من السابقين؟ سورة الواقعة، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبسا وكنتم أزواجا ثلاثة. 3 أصناف. إيه بقى يا سيدي ال3 أصناف دول؟ قال لك أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشارق والسابقون السابقون. مالهم بقى السابقون؟ قال لك والسابقون السابقون أولئك المقربون. ما هماش الصحابة بس، خلي بالك، ممكن أنا، ممكن أنت، ممكن الراجل هناك ده. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. مالهم دول؟ ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. يعني شوية كتير من أيام سيدنا محمد وشوية قليلين مننا احنا يعني والناس اللي بعدينا وكده يعني. طيب يا ترى مين الأكتر؟ السلة اللي من الأولين اللي من الصحابة دول اللي انتم موتين نفسكم عليهم، ولا القليل من الآخرين؟ القليل من الآخرين أكتر من السلة. ليه؟ لأنه السلة دي يعني معظم اللي كانوا مع النبي ناس كويسين،
واللي كانوا مع النبي قد ايه؟ 100,000 200,000 300,000. طب احنا في مصر 110 مليون، لما نجيب القليل بقى من الاخرين في 10 مليون. عندكم 10 مليون يا عم بتاع الصحابه، انت ما عندوش. يبقى سلة. يبقى اذا اما تقول انت حضرتك اللهم اجعلني من السابقين صح، لكن انتوا خيبتكم في عدم تدبر القرآن. ما بتفكروش كده زي ما انا بفكر، بتفكروا بطريقة تانية خالص، طريقة عم حسن الزبال. ادي كل الموضوع، بتلم فتات الزبالة بتاع الناس وقاعد تشمشم عليها، انما ما بتحاولش ترتقي بفكرك عن طريق تدبر القرآن. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. بس المهم فين اللي يقرب ناحية القرآن؟ مين اللي بيفكر في القرآن؟ افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها؟ انتوا حضراتكم على قلوبكم اقفال. ليه؟ شايفين بتصلوا على النبي اكتر ما بتسبحوا الله. طب هل تسبيح الله افضل ولا الصلاة على النبي افضل؟ ما نعرف برضه. يعني لما ربنا بيقول لك سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، وقال لك في سورة تانية فسبح باسم ربك العظيم، انما في الصلاة على النبي قالها مرة واحدة: ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بتصلي سيادتك على النبي ليل ونهار ولا انت فاهم الصلاة يعني ايه على النبي، وفي نفس الوقت ما بتسبحش الله. ليه؟ عشان فاهم ان الصلاة على النبي احسن، واصل هو ده شفيعنا يوم القيامة. ايوه يا سيدي شفيعنا يوم القيامة، انما لا يشفعون الا لمن ارتضى. يخرب بيت كده، لا يشفعون الا لمن ارتضى. يعني ربنا برضو هو اللي يرضى ان النبي يشفع لك ولا لا؟ افهم حاجة لله. انتوا مش فاهمين اي حاجة في القرآن، وبتجادلوا وكمان تكفروني وتكفروا اللي زيي يعني. وقليل كمان اذا انا قلت لكم ان المسيحيين مش كفار او ان هم ناس كويسين او اغلبهم ناس كويسين يعني، تكفروني برضه وتقول لي ان انا مسيحي. ما ناس كتير قالت ان انا مسيحي، ماشي براحتكم يعني. انتوا ناس مضحكين على فكره. يعني حتى لما بقول لحضراتكم، لما بشوف واحد يقول لما جعلني من اهل اليمين، طب يا ابني ما انت عندك السابقين احسن. يعني مستوى السابقين افضل من مستوى اهل اليمين، لكن لا هو فاهم، لا خايف لا يقول السابقين دول الجماعه القدام. دماغ. اذا يعني ارجو انه احنا ننتبه لكل كلمه في كتاب الله. يعني مثلا معلش حاجه اخيره، ايه هي الحواس؟ حضرتك هتقول لي الحواس 5: النظر والسمع واللمس والشم مش كده ولا ايه؟ ال5 اللي انت عارفينهم دول. طب مفيش حاجات تانية غير ال5 دول؟ يعني هل مفيش مثلا الإحساس بالحرارة والإحساس بالبرودة؟ مفيش حاجة اسمها يعني مثلا الإحساس بالضغط الجوي، ضغط الدم؟ وعندنا مقاييس لكل الحاجات دي بقى دلوقتي. يبقى إذا الحواس مش 5، الحواس 11 عشان تبقوا عارفين، بس انتوا مش دريانين. الحواس في زمانكم 11 ادوات، متاسف، ادوات الاحساس. ادوات الاحساس في زمانكم ما هياش 5، كانت 5 زمان، كانت 5 زمان يا عالم. دلوقتي بقت 11 وليها اجهزه، ايش يقيس الضغط، وايش يقيس الحراره، وايش يقيس النبض، وايش كل حاجه. يبقى اذا مش عايزين نتمدن، احنا مش عايزين نتقدم. اعمل لكم ايه؟ خلاص خليكم زي ما انتوا، خليكم ورا الشيخ، والشيخ مش فاهم حاجه، اي حاجه في الكلام اللي بقوله ده مش فاهمه، عشان تبقوا عارفين. الا من رحم الله طبعا، لانه طبعا يعني وفوق كل ذي علم عليم. اكيد في ناس اعلم مني 1000 مره، لكن الغالبيه، انا بتكلم في الغالبيه عموما، في الغالبيه هنا والغالبيه هنا. يبقى اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. شكرا جزيلا.